السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كي راكم الشيرات؟ ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جبت لكم مملحة بنينة اللي هي بورك العجين. في الغرب حنا ما نديروش بزاف، راني نجيب لكم افكار جديده اللي تفيدكم في رمضان. مع رمضان ان شاء الله نبغوا ننوعوا في المملحات. هاد المملحه خفيفه سهله وتوجد بالخف، واللي بغي تاني يدس في الكونجيلاتور تاني يدسي بالكميه اللي بغيتيها، يعني ما تضيعلكش. غادي نعطيك جميع الاسرار تاعها. هنايا للعجينه انايا درت كاس تاع الحليب ونص كاس تاع الدهان ذوبته كيما راه حامي، زدته في الحليب باش يتفالي الحليب تاعي كان بارد. هنا لي زيبيس لك الاختيار، يعني كيما تبغي ديري. انا هنايا درت شويه تاع التوابل تاع المرقاز، شويه توابل تاع الجبن، شويه زعتر والملح، وغادي نلم بالفرينه عجينه تكون شاده روحها، يعني تكون مزيره باش في الحل وكي نبدو نقلو ما تحلناش في المقله. انا غادي ندلكوها، غادي نلمدوها وندلكوها. هنايا بالنسبه اللي تبغي دير كميه صغيره تعبر بالفنجان. انا هاد الكميه دايرت لي 15 حبه، يعني دير لك كميه كبيره. اللي هما عائله صغيره تبغي دير حسب 5 حبات 6 حبات تعبر بالفنجان. واللي تبغي دير كميه كبيره يعني دوب لي المقادير تعبر كيما نقولوا بالغرفيه الكبيره ولا الزلافه. تخدم الكميه اللي راها باغيتها، تحطها في بلاطو، ديرها مثلثات ولا دي سيغار، تحطها في بلاطو تخليهم يجمدوا بعاد على بعضياتهم. وكي يجمدوا تلمدهم في اون بواط، خليهم حتى يجمدوا، ما ديروهمش في بواط من الضربه الاولى وتجمدوهم فوق بعضياتهم يلصقوا لكم. لا، ديروا بلا ووسعوا على بين الحبه والحبه، وخليها 2 سوايع ولا 3 تيبسلك بلا ما يبسلك العجينه. وديريها في بواط وفي الكونجيلاتور، بلعي ليها غايه، بلعي هذيك لابواط غايه، ديرها في الكونجيلاتور. كي تبغي طيبي جبدي الحبات اللي تبغي، هما كيما هكا يكونوا يعني كونجلي. نقصي الزيت تاعك وطيبيهم، يعني يطيبوا شابين ويقعدوا كيما هما تحسبينهم جدد، يعني ما يضيعوش. واللي تبغي دير كل نهار بنهاره دير كيفي، يعني دير الكميه اللي تبغي. انا هنايا حليت العجينه تاعي نقطعوها كيما هكا شرائط. انا هنايا شويه غبنت روحي ما حليتهاش نورمال نحلها بالحلال، مع التصوير شويه لهيت ما حليتهاش بالحلال باش تزيد توسع لكم العجينه باش تحطوا لافخس تاعكم وما تغبنكمش في التبلع. هنا انا درت الحشو تاعي تاع اللي درته في البوراك، يعني نقلي البصل مع الفيونداشي ولا البولياشي، ونقليهم غايه شويه حبه كحله شويه ملح توابل الدجاج. من بعد كي يبرد نرابي عليه الفرماج ونستعمل هكا في الحشوات تاع البوراك. وكاين حشوات بزاف ان شاء الله كل خطره غادي ندير لكم، ويعني تبلعيه عادي، تبلعي كما راكي تشوفي. ولا اللي تبغي ديرها مربع يعني تحلي ومن بعد تبلعيه في الجوايه كما هكا بالفرشيطه، يعني ديري الشكل اللي يساعدك واللي تبغيه. هنا نكملوا هاد الحبات كما راها، انا درتها مثلثات. واللي تبغي تاني ديرها مثلثات من الاحسن ما تبلعيش كيفي 3 خطرات، يعني بلعي غير 2 خطرات. وهذوك الجوانب فوتي عليهم ديري هكا شويه ما، بلعيهم وفوتي عليهم بالفرشيطه تتبلع لك الحبه تاع البورك تاعك تاع العجين. وهي كاين في مناطق يقولوا لها السمبوسه، يعني ماشي في بلادنا يقولوا السمبوسه، يديروا فيها غير فرomاج الداخل. يعني هي صدقوني حتى ديروا غير فرomاج الداخل تجي بنينه بزاف. نبلعوها. هنايا نحمو الزيت ونقصوا النار. هنا الزيت لازم يكون حامي بصح تنقصي تمتم الغاز، يعني لازم يطيب على نار خفيفه بزاف باش ما يطيب لكمش معجن، يعني يدي وقته في الطياب. ما تقووش النار باش ما ينحرق لكمش ومن الداخل يقعد خضر. دير حسابكم هذه راها عجينه، يعني ما راهاش كيما البورك العادي. يعني نطيبوا منا ومنا، نقلبوه نقعدوا نسعفوا فيه ساعه، نطيبوها منا ونطيبوها منا حتى تطيب لنا كاع، يعني ويدخل هذاك النار تدخل هذاك الزيت عفوا يدخل كاع الداخل وطيب لنا غايه، ما طيبلناش معجنه. غادي هي تدي شويه طياب. هذا هذه هي الوصفه تاع اليوم. البوراك تاع العجين تاعنا راه وجد، ان شاء الله يكون عجبكم. جربوه وردوا عليا في لي كومونتير. تشجيعكم ما تنسونيش بالجيم والبارطاج والابوني. مع السلامه، ونلتقي في وصفه قادمه ان شاء الله.